اللي هيحصل لو ما اهتمتش وما عالجتش مقاومه الانسولين. الاول ازاي تعرف ان عندك مقاومه انسولين؟ اول حاجه اذا كان عندك وزن زايد ومتركز في منطقه البطن، ومحيط الخصر اكتر من 88 سنتيمتر في السيدات، وللرجال اكتر من 102 سنتيمتر. تاني حاجه لو سكر الدم الصايم اكتر من 100 مللي جرام بر ديسيلتر. تالت حاجه لو عندك مناطق غامقه في جسمك، في منطقه الرقبه او تحت الابط او في ثنايا الجلد، او عندك زوايد جلديه. رابع حاجة لو الدهون الثلاثية أثناء الصيام أكتر من 150 مللي جرام بر ديسيلتر، والدهون المفيدة ال HDL عند الرجال أقل من 40 مللي جرام بر ديسيلتر، والسيدات أقل من 50 مللي جرام بر ديسيلتر. آخر حاجة لو ضغط الدم عندك أكتر من 130/80. إذا عندك الأعراض دي حاول تنزل من وزنك من 5 ل 7% وزود حركتك. وإذا ما اهتمتش بتغيير أسلوب حياتك يبقى بتعرض نفسك للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وللسكتات الدماغية والمرض الزهايمر ومشاكل في القلب والكلى والعين كمان.